سألتك ما هو شعورك لو مت واكتشفت أن الآخرة حق. واش نقول لك يا صديقي؟ شعورك لو مت واكتشفت أن الآخرة حق، هذا السؤال تيجي بطرق مختلفة. تيجي إلى متي ولقيتي بأن الله كائن، إلى متي ولقيتي عذاب القبر، إلى متي ولقيتي، إلى متي ولقيتي، إلى متي ولقيتي. هو رغم أن السؤال هو طبعا غير منطقي تماما، لأن أي واحد تيموت يكفي أنك تحل القبر وغادي تلقى الرماد تما وغادي تلقى الرملة، ما كاين لا عذاب لا نعيم لا حتى شي حاجة. يعني هذه كافية بعدا كدليل منطقي على أن ما كاين والو من بعد الموت. من غير لا بديت تدخل داك الشيء ديال الروح وداك الشيء، ديك الساعه تولي تدخل في مسائل ايمانيه ما عندها حتى شي دليل علمي. هذه من ناحيه، ولكن نمشي معك في هذه المساله هذه ماشي شي اشكال. نمشيو ونقولوا بان سيدي متي وحليتي عينك لقيتي راسك في الكفن وفي القبر، الى كنتي في القبر، انا غادي نتحرق مثلا، فانا ما عرفتش انا شنو يديروا لي، يجمعوني. يعني انا غادي نهار نموت غادي يشدوا الاطباء يحيدوا كاع داك الاعضاء الداخليه اللي مازال فيها ما يدار، وغادي يعاونوا بها الناس اللي محتاجينها، وداك الشياطه اللي غادي تبقى غادي يلوحوا داك الجلافط ديك الشياطه والجلافط اللي غادي يبقاو غادي يحرقوهم. فما عرفتش انا واش الله غادي يجمع داك الشيء، نقولوا اسيدي حنا الله بطبيعه الحال نعم، نقولوا اسيدي ان الله غادي يجمع هاد الجلافط هذه كامله وهاد الرمامه اللي تحرقات غادي يجمعها وغادي يديرها في شي قريعه ولا شي، ما عرفتش واش يديرها في قرعه ولا غادي يشتتها في شي تقبه ولا نساو حنا هاد الشيء كامل اسيدي. ياك حنا دابا تنهضروا في الدين نساو هاد الشيء كامل صافي. الله غادي يدير الرمامه في شي بلاصه، غادي يجيب نكير ومنكر، غادي يجي انحل انا عيني بشي طريقه. يعني الله في ديك الرمامه غادي يردها جوته، ولكن واخا تحل انت القبر ما غاديش تلقى الجوته. تعرفوا هاد اللعبه هادي؟ يعني واحد تحرق تيديروه نورمالمون، كاين دوك اللي تيديروهم في القراعي، الرمله ديالهم تيديروها في القراعي، تيحطوهم في واحد المكان بحال القبر هو. يعني تقدر تجي وتحل، يعني من بعد واحد 100 عام تجي غادي تحل تلقى القرعه فيها الرمله. يعني اذا هاد المسرحيه ديال نكير ومنكر ربما تتكون في شي ديمونسيون اخرى، باش نقربوا شويه من المؤمن، ربما تكون شي ديمونسيون اخرى تيصاوب الله شي جوته تما. اما القبر بصح وداك اللي تيخرج منه العافيه في يوتيوب وداك الشيء، هاد الهضره كامله خاويه. نقولوا اسيدي بان كاين شي ديمونسيون اخرى ردني الله فيها، دار شي جسد وجا جا نفرضوا اسيدي بان جا نكير ومنكر ويسولوني انا حليت عيني لقيت نكير ومنكر، اذا اوكي، اذا الاسلام هو الدين الحقيقي الا لقيتي نكير ومنكر، لان عذاب القبر ونكير ومنكر كاينه في الاسلام ياك. فالمفروض ان الله غادي يمحي لي الذاكره ديالي، المفروض يمحي لك الله الذاكره ديالك، ما يخليكش انت تجاوب، لان ديك الاسئله نقدر نجاوب عليهم، الاسئله د نكير ومنكر تقدر تجاوب عليهم راه معروفين، ولكن انا ما غاديش نقدر نجاوب لان الله غادي يسد ليا فمي ولا شي حاجه نبقى ندير ما لا ادري شي حاجه بحال هكا. خاصها الايكو هاد لا ادري هادي، زيدوا شويه ديال الايكو. فيقول لك هو مره لا ادري، تيهضروا باللغه العربيه الفصحى، ماذا تقول في الرجل الذي اتاكم؟ لا ادري تنزل عليك بشي مطرقه ولا شي حاجه بحال هكا. لا ادري تيبداو يخلعوك في الكاسيطات وداك الشيء ديال امي الغوله. فانا المفروض عارف شنو نجاوب، انا غير نشوف نكير ومنكر نقول لا اله الا الله شنا محمد رسول الله، حي الصلاه حي الفلاح، قام الصلاه قام الصلاه، الله اكبر الله لا اله الا الله، حلقه لا تاخذوا سنه ولا نوم، الله اكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي. هادشي اللي نقول نورمالمون بشكل منطقي، من غير الا الله دار لك شي تقوليبه في الدماغ باش انك تغلط. يعني الله هو اللي باغي لك يدخلوا فيك الطرنوفيسات في الدبور وداك الشيء، فهو غادي يدير لك داك الخواض في راسك، كتبغي تقول انت اشهد ان لا اله الا الله، تخرج لا ما ندري بحال شي حاجه بحال هكا. سوري الاخوان عندي الصداع هنايا بزاف، خاصني نطلع نعربط عليهم. ف اذا الله كاين ديال الاسلام، اذا كاين نكير ومنكر داك الشيء، واش الله غادي يخلي لك الذاكره ديالك المنطقيه في التفكير ولا حتى هي غادي يلعب لك فيها؟ هذا سؤال مهم عاوتاني، لانني انا مع نكير ومنكر نفرضوا بان الله خربقني باش ما نجاوبش اوكي، ولكن انا من نمشي عند الله يوم القيامه خصني نورمالمون نكون عارف شنو غادي يوقع، عارف كل شيء، عارف بان الشمس ديالنا تتقرب من رؤوس العباد
تصوروا الاخوان، كاين شي 400 مليار شمس، والشمس ديالنا هي اللي تكون فوق رؤوس العباد، يعني غتقرب منهم ويعرقوا. شوف على التفكير ديال، شوف التفكير كي ساذج، التفكير كيفاش ساذج. يعني الشمس الا قربت غير شويه، بعيده عنا ملايين الكيلومترات، الا قربت غير شويه غنتحرقوا، ولكن هو تيصحابو راه تقرب، يعني حتولي حدا راسنا الشمس وغادي نعرقوا. شوف التفكير كيفاش ساذج. والعرق حسب الاعمال طبعا، العرق يعني كل ما كنتي مقودها مع الله كل ما العرق ديالك، يعني حنايا نكونوا من كنا نكونوا منيقين تما. ولكن انا ديما نتساءل داك السؤال ديال ان كل واحد واقف حدا واحد، يعني واحد حدا واحد ياك نورمالمون يوم القيامه، لان كاين التزاحم كاين هذه، فانت واحد حدا واحد، كيفاش غادي يكونوا المستويات ديال العرق؟ نفرضوا ان مثلا حدايا ابو مصعب الزرقاوي، ابو مصعب الزرقاوي يلا عنده واحد نقطه ديال العرق في صباع رجليه الصغير، وانايا منيقني العرق، يعني كيفاش العرق ديالي ما يقيسوش؟ يعني واش كيفاش داير داك الشيء هذاك؟ واش مستويات العرق هكا هابط بحال اللعبه ديال سوبر ماريو، يعني عندك بحال مكعبات، شي طالع شي هابط، شي ناقص شي طالع شي هابط، وراه الماء راه ليكيد، واش غادي يكون شي عرق قاصح؟ فهمتش انا. المهم هاد الاسئله ربما حتى محمد من كان تيقول هاد الهضره ما كانش تيفكر فيها. فانا نورمالمون بالذاكره ديالي نقدر ندير مناظره مع الله نورمالمون، يعني نقدر نسولو على مسائل معضلات، نقول ليه علاش درتي علاش درتي لينا النشبات، يعني شحال من نشبه دار لينا في الارض، علاش ما كانش تيدخل، علاش ما كانش يعني ما كانش يدخل في مسائل ديال الشر، علاش يعني هذا الشيء كامل اللي تنهضروا فيه مشاكل، غادي نقدر نتناقش معاه انا باش نسولو نشوف شنو يقول، الا خلى لي الذاكره المنطقيه ديالي اللي تنفكر بها، الا خلاها راه هذا الشيء هو. في اخر المطاف شنو هو؟ في اخر المطاف كرامتي انا ما تسمحش لي نمشي للجنه ديالو، واخا كاع نفرضوا انني كنت من صحاب القبضه، شي انا نكون انا من صحاب القبضه، ان يخشي هو القبضه في الاخر يخشي القبضه، غادي يجبد بيدو داك البركه وغادي يحطنا في الجنه، يعني بدون عمل بدا حتى شي حاجه. انا ما نبغيش واش هاد الا كان هو المسؤول على الاخلاقي بين قوسين الاخلاق ديال الاسلام، كان هو المسؤول على هاد الويلات اللي تنشوفوا في العالم، غادي ترضى انك تمشي تنكح الحور العين في الجنه؟ انا كرامتي ما تسمحش ليا، انا نمشي نتحرق حسن ليا ما نكون في جنه هاد الاله السادي، هاد الاله الاحمق، هاد الاله الاخوه راه تنسب غير الله ماشي محمد، لينا محمد الى سبيتيه يقتلوك دون استتابه، اما الله ماشي مشكل. وتنسب هبل، يعني ديروا راسكم راه تنسب هبل. فهاد الاله هذا اللي لا اخلاقي لا انساني، هاد الاله هذا الاحمق السادي اللي باغي يعيش حياته كامله، يعني لا ماشي حياته كامله، يعيش الى ما لا نهايه، تتفرج في الناس تيتحرقوا وتيتفرج في الناس تيديروا البورنو لهيه، يعني جالس لوسطو تيتفرج في فيلم بورنو، فيلم ديال الخليع. هاد الاله هذا انا ما نرضاش انا نكون في الجنه ديالو، ما نرضاش. فما عرفتش انا واش الكرامه ديالك تسمح لك انك تكون فيها. واحد المساله اللي ما ذكرتهاش هو انك انت من تحل عينك اصلا وتلقى راسك راك عندك حياه بعد الموت، ويقولوا لك راه كاين شي اله ولا شي حاجه، راه السؤال هو بعد اين اله بعد؟ راه كاين شكون فيهم؟ راه الايمان باله ما يشفع لك حتى شي حاجه، انك غير تتامن بشي اله، تتامن راه يقدر يكون هذاك الاله غلط، ماشي تقدر تمشي عند قوبو اللي فرشخك. انت ما عمرك فكرتي في الاله قوبو، ما عمرك فكرتي تخرج حتى الزكاه البومبا ولا شي اورا مازدا ولا شي حاجه. فهاد الاسئله خص الواحد يفكر فيها، يعني مساله ماشي بسيطه، بمساله انت الا متي ولقيتي راسك، يعني من اي جهه جيتي غتلقى المشاكل مع هذا السؤال هذا. ولا شي اله ما تتعرفوش كاع، ولا شي اله مازال تختارعوا الانسانيه. مثلا دوك الناس اللي ماتوا قبل ما يجي محمد، فين كانوا تعرفوا شي اله ديال قريش ولا اله ديال الاسلام؟ كاع الناس اللي ماتوا في القرون قبل من الاسلام، فين عمرهم سمعوا بشي اله ديال الاسلام؟ حتى واحد ما سمع به. الناس اللي عاشوا كانوا تيامنوا بزوس وتيامنوا بطور وتيامنوا فين عمرهم سمعوا بشي اسلام ولا ما اسلام؟ الالاف المؤلفه ديال الناس، الملايين ديال الناس اللي ماتوا قبال من الاسلام، فين كانوا تعرفوا شي اسلام ولا شي الله ديال الاسلام؟ اصلا الله ديال الاسلام جا معطل.
الاله ديال المسيحيه دار لاباس وتوسع وكل شيء انتشر والناس غادا ومآمنه والاسقفيات والكنائس منتشره في العالم 600 سنه عاد جاي الاله ديال الاسلام جا معطل.